اكيد لو رحت اي منطقة شعبية وسمعت حوار بيدور في الشارع ولا حاجة هتلاقي كلمة ده عند ام لطفي. ايه ام لطفي دي؟ وساعات واحد تاني يروح يقول لك ايه ده عند ام لطفي اللي بتنور وتطفي. هنعرف ايه سبب الكلمة دي لان ليها اصلا في الحقيقة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. ام لطفي دي هي السيدة نعيمة محسن الاولى لي. عندها ابن اسمه لطفي؟ لا مش دلوقتي، لسه هقولك. كانت سيدة شعبية من حواري السيالة، منطقة اسمها السيالة في بحري في اسكندرية. كانت متجوزة واحد اسمه حودة لطفي، وده أكبر كوميسيونجي في الأربعينات. كان الحاج حودة بقى متجوز 3 قبل نعيمة دي، يعني هي نعيمة دي هي الرابعة، لكن كلهم خلفوا بنات، أو هو طبعا اللي خلف بنات منهم. بينما بقى إيه الحاج حودة ده كان بيحلم بحاجة اسمها إنه يخلف ولد. قام الحاج حودة اشترى عربية جديدة هتكون هدية لأي واحدة من زوجاته الأربعة اللي تخلف له ولد. معلش هو تفكيره كده، هو دماغه كده. لكن توصلت بقى السيدة نعيمة اللي هي ايه جزء الزوجة الرابعة، السيدة نعيمة اللي هي الزوجة الرابعة اللي اتكلمنا عنها، لحيلة بانها تقول ان هي بقت حامل، واتفقت مع واحدة داية انها تخطف مولود ولد من الزباين بتوعها. هي داية طبعا وعندها زباين يعني بتولد، فلو طلعت ولد تخطف لها واحد بحجة انه والعياذ بالله معش، يعني تقول للناس اللي هي بتولدهم دي والست اللي بتولدها تقول لها ابنك معش وكده وتوفى. نفذوا الخطة وجي يوم الولادة، وهي طبعا بعدت عنه انها حامل وكده، وجت يوم الولادة وقالت ايه خلاص هولد وهولد عند اهلي والكلام دوا وخلاص. الداية جت طلعوا الولد اللي هم خاطفينه، ونجحت الفكرة بتاعته واقنعوا الراجل ان هو خلف ولد. راح مسميه على اسم والده. فاكر اسمه هو راجل ايه؟ اسمه حودة لطفي، راح مسميه لطفي. فالست نعيمة دي بقت اسمها ام لطفي. كانت مجنونة بقى بالعربية اللي عملت عشانها كل ده، خطفت ولد وعملت المصايب دي كلها عشان تاخد العربية. وما كانتش بتعرف تسوق، كانت بتنزل الحارة تركب العربية وتشغل إضاءة السيارة، تنورها وتطفيها تنورها وتطفيها. عشان كده المنطقة بتاعتها اتقال عليها أم لطفي، منطقة أم لطفي. مين أم لطفي؟ اللي بتنور وتطفي، تنور وتطفي نور الكهرباء بتاع النور بتاع العربية. وفرحت بالعربية شوية وتعدي السنين، وتيجي الست الداية اللي خطفت الولد ده من أهله تحس بسكرات الموت، فتوب قرر تروح للحاج حودة لطفي وتقول له الحكاية حصلت ازاي، وان الولد ده مش ابنك زي الافلام كده. ست حست انها هتموت وهتقابل ربنا وهي خاطفة طفل، فراحت حكت قالت للراجل الحقيقة. فطبعا طلق ام لطفي وخد منها العربية، وطبعا طلق ام لطفي وخد منها العربية. انتشرت الحكاية في اسكندرية بقى كلها لأكتر من يعني من موضوع. أول موضوع إن كان بيتقال ده عند أم لطفي اللي بتنور وتطفي، معناها عند المكيدة، معناها إن أنت لما تحس إن اللي قدامك بيضحك عليك أو بيحور عليك أو بيعمل مكيدة زي المكيدة اللي أم لطفي كده دي عملتها مع زوجها، فتقوله ده عند أم لطفي، يعني أنت كده بتحور عليا. وفي ناس تاني بتاخد المعنى ده على إنها إنسى، يعني ده عند أم لطفي يعني انسى إن الكلام ده يحصل. وده كان أصل القصة بتاعت أم لطفي اللي بتنور وتطفي. ما طلعتش كلمة شوارعية يعني كده وخلاص، لا كلمة لها أصل في التراث المصري القديم. دي كانت حلقتنا النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجاية.